سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفيما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية أستهلها بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطني يعقد سمينارا لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوغو عنسبة. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. مصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري برئاسة القائم بأعمال سفارة دولة إريتريا لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا السيد بنيام برهي، شارك في أعمال الدورة العادية 49 للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي التي انعقدت يومي 28 و29 من يوليو المنصرم بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وعقدت الدورة تحت شعار ضمان إمدادات مستدامة للمياه وخدمات صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة إفريقيا 2063 بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لمناقشة سبل تعزيز الأمن المائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة. وخلال مداخلته استعرض الوفد الإريتري سياسات ومواقف الحكومة الإريترية في مجال إدارة الموارد المائية، مؤكدا أن تأمين المياه يمثل إحدى الأولويات الوطنية نظرا لوقوع إريتريا ضمن منطقة الساحل وشبه الساحل التي تعاني محدودية الموارد المائية، مشددا على التزام الحكومة الواضح بتحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتنفيذ استثمارات طويلة الأمد لتطوير البنية التحتية المائية. وأوضح الوفد أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب مضمونة ارتفعت من أقل من 13% عام 1991 إلى نحو 85% في الوقت الحالي بفضل الاستثمارات الكبيرة التي في إنشاء السدود وتوسيع البنية التحتية للمياه. كما ارتفع عدد السدود في البلاد من 138 سدا إلى 850 سدا. وأكد الوفد أن الحكومة الإريترية تواصل تنفيذ برامجها الوطنية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرا إلى أن النتائج المحققة حتى الآن تعد مشجعة وتعكس التقدم الذي أحرزته البلاد في هذا المجال. عقد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي اليوم 3 أغسطس سمينارا لمنتسبي الدفعة 39 من الخدمة الوطنية. وأوضح أن مركز ساوا هو مركز لتأهيل الشباب وله هدفان رئيسيان هما إتمام المرحلة الثانوية وأداء الواجب الوطني. وأضاف أنه من المتوقع منهم المساهمة في حماية السيادة الوطنية وتنمية البلاد من خلال التسلح بالعلم ونبذ المفاهيم الضيقة والانسجام في بوتقة واحدة. وأشار إلى المراحل الصعبة التي مر بها الشعب الإريتري والتضحيات الجسام التي قدمها، وذكر جميع الشباب بضرورة فهم رسالة الخدمة الوطنية المتمثلة في بناء الوطن وتنميته وحماية سيادته، مؤكدا أنهم خلال فترة وجودهم لمدة عام في معسكر ساوا سيتلقون تعليما أكاديميا بالإضافة إلى تدريبات عسكرية وسياسية ورياضية وفرصا لتنمية معارفهم. واختتم العقيد دبساي قدي كلمته بحث أفراد الدفعة 39 على أداء واجباتهم على أكمل وجه، وذلك بتعزيز المحبة والتفاهم المتبادلين ورفع مستوى وعيهم الوطني. من جانبهم أكد أفراد الدفعة 39 من الخدمة الوطنية إدراكهم التام للمسؤولية التي يحملها لهم الشعب والحكومة، وإنهم قد أكملوا كافة استعداداتهم لأداء الواجب الوطني.
أفيد بأن المشاريع التنموية التي نفذتها الحكومة والمجتمع في مديرية لوغو عنسبة خلال العقد الماضي تسهم إسهاما كبيرا في تحسين معيشة السكان. جاء ذلك خلال حفل أقيم في عد حنس في 2 أغسطس الجاري لافتتاح مشاريع بقيمة تزيد عن 12 مليون نقفة، تشمل سدا كبيرا وقناتين للري ومصدرا لمياه الشرب النظيفة. وقال مدير ضاحية دبر عد حنس السيد سريد بهلبي إن مشكلة مياه الشرب لسكان المنطقة ومواشيهم قد حلت، وتم تهيئة الظروف لتطوير مشاريع الري. وقال مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حقوس إنهم تمكنوا من نصب 4 محطات توزيع و3 خزانات مياه للاستخدام البشري والحيواني والزراعي في قرية عد حنس وحدها بفضل التنسيق الجيد بين الحكومة والمجتمع. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي إنه ينبغي إدارة الموارد ومراقبتها بشكل سليم لضمان استمراريتها. وأكد السكان إن الحكومة قد حلت مشكلة مياه الشرب في قريتهم، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ مشاريع التنمية الزراعية القائمة على الري. بهذه المناسبة تم توزيع شهادات تقدير وشكر لكل من ساهم في نجاح مشاريع التنمية. حث فرع السجل المدني بالإقليم الأوسط المواطنين على إحضار جميع المستندات المطلوبة لضمان سلاسة الإجراءات وتجنب عناء التنقل. وصرح مدير قسم السجل المدني والضمان الاجتماعي والمقابر في إدارة الإقليم الأوسط السيد إبراهام تكة لوكالة الأنباء الإريترية بأن القسم يقدم خدماته ل 16 مديرية وللمقيمين الأجانب. وأكد السيد تسفالدة هبت ميكائيل مدير وحدة السجل المدني والسيد مانييل كيداني مدير وحدة التسجيل إن الوحدة جهة راعية وليست جهة تشريعية، وإنهم يقدمون خدمات استخراج شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، كما يستقبلون أكثر من 500 مراجع يوميا، وحثهم على التحقق من اكتمال ودقة وثائقهم لدى المكتب. جانبهم قال المراجعون إن الفرع يجري تحسينات دورية على عملياته وحث المواطنين على استكمال وثائقهم. ووفقا للوثائق بدأ العمل بنظام السجل المدني في إريتريا عام 1892. تبرع سكان ضاحية مخته ب 28 كنتالا من الحبوب ل 12 أسرة من أسر الشهداء في مديرية بارنتو. وقال مدير الضاحية السيد قبر برهاني حدقو ورئيس وحدة الخدمات الاجتماعية سيد مرهاوي قرما إن هذا الدعم جزء من المبادرات المتخذة في كل منطقة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وأفاد أعضاء لجنة مساعدة أسر الشهداء بأن عملية التوزيع تمت بعد دراسة أولية، وإن تقديم الدعم لأسر الشهداء مسؤولية الجميع. واصل الدراج الإريتري العالمي نتنايل تسفاسهم تألقه في الموسم الحالي بعدما توج بطلا لسباق ديغاتسكو الإسباني. وشهد السباق الذي امتد لمسافة 172.2 كيلومتر انطلاقته من مدينة بلباو مرورا بعدة مسارات جبلية صعبة قبل أن يحسم بصعود حاد نحو خط النهاية في مدينة خيتسو. وتمكن نتنايل الذي يدافع عن ألوان فريق موفيستار الإسباني من إدارة سباقه بذكاء قبل أن يطلق هجوما حاسما في الأمتار الأخيرة من الصعود النهائي، متجاوزا جميع منافسيه ليعبر خط النهاية في المركز الأول. ويعد هذا الفوز من أبرز إنجازات نتنايل خلال موسم 2026 الذي شهد سلسلة من النتائج المتميزة والأداء اللافت في مختلف السباقات الأوروبية، كما يمثل دفعة قوية لفريق موفيستار الذي وجد في الدراج الإريتري أحد أبرز عناصرها القادرين على قيادة الفريق نحو منصات التتويج. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن وزير الطاقة التركي ألف أرسلان بإرقدار أن تركيا والعراق وقعا اتفاقا لمدة عام واحد لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين والمؤدي إلى ميناء جيهان. يأتي ذلك في وقت كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال عقب مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في أنقرة
إن بلاده تسعى إلى توقيع اتفاقية شاملة للتعاون في مجال الطاقة مع العراق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الزيدي عرض تزويد تركيا بمليون برميل من النفط يوميا. واتفقت تركيا والعراق على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل، مع إعلان الجانبين العمل على مضاعفة التدفقات النفطية والمضي في تنفيذ مشروع طريق التنمية، إلى جانب سعيهما لرفع التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار على المدى المتوسط. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به. وقالت الوزارة أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية. لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة جراء أمطار غزيرة هطلت في ولاية كيرالا الهندية، وفق ما أكد رئيس وزراء الولاية في دي ساتسان. وأوضح ساتسان أن الأمطار تسببت في أضرار واسعة بالممتلكات وانهيارات أرضية وتجمعات مائية في عدة مناطق، مشيرا إلى فقدان عدد من الأشخاص جراء سوء الأحوال الجوية. وأضاف أن السلطات نقلت 5792 شخصا إلى 209 مخيمات إغاثة بعد تضرر منازلهم، في ظل استمرار جهود الطوارئ للتعامل مع آثار المنخفض الجوي. أعلنت السلطات في إقليم ناسكا أن طائرة سياحية صغيرة تحطمت أثناء تحليقها فوق موقع خطوط ناسكا الأثري في جنوب بيرو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا. وقالت وزارة التجارة والسياحة في بيرو في بيان أن الطائرة كانت تقل 11 سائحا أجنبيا واثنين من الطيارين. وأفادت السلطات المحلية أن الطائرة تحطمت في منطقة بويبلو فييخو على بعد حوالي 6 كيلومترات من مدينة ناسكا وحوالي 12 كيلومترا من موقع خطوط ناسكا. وأوضحت السلطات المحلية أن الطائرة الصغيرة تابعة لشركة الطيران البيروفية المحلية إيروديانا، وكانت قد أقلعت من مطار بيسكو. ختاما سادتي لنشرة أخبار المساء، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في الدورة 49 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية يعقد سيمينارا لمنتسبي الدفعة 39. افتتاح مشاريع تنموية متكاملة في مديرية لوغو عنسبة. تركيا والعراق يوقعان اتفاقا لاستخدام خط أنابيب النفط. الخارجية الأمريكية تطلق تحذيرا واسعا لمواطنيها في الشرق الأوسط. ومصرع 8 أشخاص جراء أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.